مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أتم الصحة والعافية. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتي فور. هنعمله بالمعادلة الصعبة بتاعته اللي هو إزاي نجمع بين إنه يكون بيتي فور ناعم وبيدوب في البق، وفي نفس الوقت برضو ليه كده قرمشة بسيطة. وطبعا الطعم والريحة واللون هي معادلة، لكن مش صعبة خالص. النهاردة إن شاء الله هنعملها بمكونات بسيطة وسهلة جدا جدا. يعني البوتيفور عموما العجينة بتاعته سهلة خالص، ما فيهاش اي مكونات كتير ولا اي حاجة، وان شاء الله هتنجح معاكي جدا جدا. كل المقادير هسيبها لك بالمعيار ان شاء الله في صندوق الوصف، اللي هو السهم الصغير اللي موجود تحت الفيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة على طول، وهحاول اختصر فيها، مش هخليها تكون طويلة عشان ما تزهقوش، هنختصر على قد ما نقدر. يلا بينا نبدأ وصفة النهاردة على طول. معيار من السكر البودرة على معيار من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. ضربتهم كويس جدا لما لونهم بقى فاتح ولونهم وبقى القوام بتاعهم كريمي. بعد كده نزلت ببضاية واحدة عليها معلقة صغيرة من الفانيليا. هفضل برضو كده اخفق فيهم لحد ما البيض والفانيليا يندمجوا مع بعض. بعد كده جبت معيار من الدقيق، حطيت عليهم رشة من الملح، وهنزل بالخليط بتاع الزبدة والسكر والبيض والفانيليا عليهم. هخلط المكونات كلها مع بعض لغاية لما الدقيق يندمج، وبمجرد لما الاقي خلاص الدقيق اندمج واختفى وبقى عجينة، هوقف التقليب على طول. زي ما قلت لك كل المكونات هسيبها لك في صندوق الوصف، هسيبها لك بالمعيار مثلا بتاع كيلو كده، لان انا هنا عامله اقل من كيلو، فهسيب لك المعيار بتاع الكيلو. ده شكل العجينة. وطبعا المفروض ان احنا بندخلها التلاجة ترتاح بس كده نص ساعة، وبعدين نبدأ نشتغل فيها. قوام العجينة شايفينه لين جدا جدا، بيلزق بسيط قوي قوي. وهو ده القوام بتاعه الصح والمظبوط، تحسي كده ان هو خفيف جدا جدا في ايدك وهش. هنا انا قسمت بقى العجين علشان هعمل حبة ابيض وحبة شوكليت، فبدل ما نقعد نعيد تاني الموضوع اللي احنا عملناه ده كله، بس هنشيل معلقتين دقيق ونحط بدلهم معلقتين كاكاو. انا اخدت جزء من العجين ضفت عليهم معلقتين كاكاو خام، كاكاو اسباني عشان يكون برضو طعمه حلو يعني. وطبعا لما بتحطي الكاكاو طبعا القوام بتاع العجين هيختلف، فطبيعي ان احنا هنضيف معلقة كبيرة كده من الزبدة. يبقى انا هنا ضفت معلقتين من الكاكاو عليهم معلقة من الزبدة، وهفضل برضو اقلب لغاية لما احصل برضو على القوام اللي هو طري، بيلزق سنة بسيطة. بوريهولكوا اهو نفس القوام بتاع العجينة الفاتحة. هدخلهم التلاجة نص ساعة يرتاحوا، مش اكتر من كده، وبعدين هبدأ اشتغل فيهم. تشتغلي فيهم بقى بمكنة البيتي فور زي ما انا بعمل، او تشتغلي بكيس الحلواني اللي موجود عندك اشتغلي بيه. انا بالنسبة لي بفضل المكنة، بيكون شغلها اسرع بكتير. طبعا الفرن بتاعنا لازم بيكون سخن من اول ما بنبدأ العمايل، يعني نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 170. هندخله الفرن في الرف الوسطاني، ويدوب هو يعني مش بياخد وقت 10 دقايق كده هتلاقيه خلاص استوى، واخد اللون اللي هو الذهبي الفاتح خالص من تحت. ده شكله بعد ما طلعناه. انا هنا حطيت الوردات زينتها باللولي. كان عندي لولي موف وفضي، حطيت كده بقى شكله حلو. وعايزه اقول لكم ان البيتي فور مش بيتحط فيه حشوات او مربات او اي حاجه من الحاجات دي الا وقت التقديم. يعني ما تروحيش تحطي كلها مربات وشوكولاتات وحاجات وانتي لسه مش هتقدميه دلوقتي، هيطرى منك وهيكون مش حلو خالص. فانتي وقت ما هتقدمي منه لضيوفك ابداي بقى اعملي الحشوات وحطي له الشوكولاته والتزيين والكلام ده كله. سهل جدا جدا، وعايزه اقولك طعمه حلو جدا وطعمه غني، والبيتي فور خفيف وهش.
وزي ما قلت لك كده، رغم ان هو فيه قطمة بسيطة كده وقرمشة بسيطة، لكنه بيدوب جدا جدا في البق. شايفين لونه من تحت؟ لونه حلو قوي قوي سواء من تحت او من فوق. عجينته سهلة جدا، مقاديره بسيطة جدا، مش هياخد معاكي اي وقت خالص، وان شاء الله هينجح معاكي من اول مرة. يعني لو اول مرة بتعملي بيتي فور ان شاء الله هينجح معاكي، وهتاكلي بيتي فور احلى من اللي بتاكليه بره في محلات الحلواني. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب لو أول مرة بتشوفوني، وتفعلوا الجرس علشان تتابعوني في كل الجديد. اشكركم على المتابعة، ونتقابل في وصفة جديدة وفيديو جديد. اشوفكم على خير.